السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحييكم من قناة كوكب النباتات. النهاردة بنقدم لكم شجرة التوت العماني أو التوت الكشميري، ودي طبعا مزروعة فوق السطح، وأنا من المهتمين بزراعة الأسطح بقالي فترة طويلة، وبحب أنا زراعة الأسطح. والنهاردة قلت أقدم لكم الحلقة بشجرة التوت العماني أو التوت الكشميري. وطبعا التوت اللي هو العماني ليه فوائد كتيرة، من ضمنها بيخفض مستوى السكر في الدم، ويعزز المناعة، وبيعالج نزلات البرد، حتى بيعالج تساقط الشعر، وبيخفف من آلام العضلات والمفاصل، ويخفف من التوتر والاكتئاب. ولو جينا نتكلم عن رعاية التوت العماني وزراعة من زراعة الشتلة لحد ما يثمر، طبعا زراعة الشتلة بتيجي من المشتل في شهر واحد في آخر الخريف وفي أول الربيع، وهو من الأنواع اللي بتثمر من أول، يعني على طول من أول سنة على طول. وطبعا زراعة الأسطح بتمتاز إنها يعني رعايتها بتبقى سهلة طبعا، ولا أنت بتروح مشوار ولا بتروح ولا بتيجي، كل حاجة بتبقى موجودة عندك. وبعدين الزراعة نفسها يعني بتدي يعني تدي روح للمكان، وبتغير في النفسية، وبتغير في المود بتاع البني آدم، وتخلي نفسيته مستقرة. فأنا بحب زراعة النباتات، وبحب أطلع على طول على السطح وأشوف نباتاتي وأشوف زراعتي. حتى زي ما حضراتكم شايفين، ده نص برميل ومزروع فيه الشجرة، ماشي، والصرف بتاعها بعيد عن السطح، ده الصرف ونزل المية منه، ماشي. وفي الجو ما يبقى حر اديني بروي كل يوم، ولو الجو شتا طبعا كل 3 ايام. ودي طبعا فراولة زي ما انتوا حضراتكم شايفين، دي فراولة. الفراولة دي طبعا هو تعتبر محصول شتوي صيفي، يعني من شهر من شهر واحد لحد شهر 6 أو 7، وهي نبات معمر. ونرجع تاني للتوت العماني. زي ما حضراتكم شايفين الشجرة ممتازة ونموها كويس وارتفاعاتها كويسة. ودي تعتبر يعني دي تعتبر أول سنة ليه، وهي مثمرة طبعا، والثمار بتاعتها موجودة بكثرة. حتى من كتر الثمار اللي فيها كانت بتقع على الأرض، الثمار تنزل وتتساقط على الأرض، بتتساقط على الأرض. ودلوقتي احنا في شهر نعتبر بدأ الإثمار بتاعها يستقر من شهر 3 لحد دلوقتي. ولو جينا نتكلم على البرميل اللي مزروع فيه الشجرة، هو برميل حوالي 70 سنتي بلاستيك، ومثقوب من تحت بفتحة صرف، محطوط الطبقة الأولى كسر زلط حوالي 10 سنتي أو 5 سنتي عشان التصريف الجيد للمية. وبعد كده 50% تربة سمرة و50% رمل، ومتقلبين على بعض، وشوية سماد بلدي بساط. نسينا نتكلم على طرح التوت العماني. التوت العماني بيبدأ الطرح من أول شهر 4 لحد حوالي آخر 5 أو أول 6، ويرجع تاني يطرح تاني في شهر 8، لأنه هو بيطرح مرتين في السنة. بيمتاز التوت العماني إنه غزير طرح، وثماره جيدة ولذيذة فعلا. ويا ريت أكون فدتكم في أي معلومات بالنسبة لشجر التوت العماني على السطح. وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم في الحلقات الجاية. ويا ريت ما تحرموناش من تفاعلكم وتعليقاتكم طبعا، وكلنا بنتعلم من بعض. والسلام عليكم ورحمة الله.